السلام عليكم، شنو احوالكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بالف خير. حبيت نتشارك معاكم ان شاء الله وصفة محنشة بالحمص. ان شاء الله تعجبكم الطريقة وتجربوها. وكانكم اول مرة سامحوني، كانكم اول مرة تزوروا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل حاجة جديدة ان شاء الله نهبطها. الحاسيلو شوفوا هذه كعيبات المحنشة متاعي بنان هشوشين بالحق ما نحكي لكمش. رسالة تستحق التجربة. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم. وما تنساوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة كانكم اول مرة تزوروا قناتي. ويلا ما نطولش عليكم ونمشيو للمقادير وطريقة التحضير. لهنا عندي 400 جرام حمص مرحي، وحطيت عليهم 200 جرام فارينة، وتقريبا 180 جرام سكر محور، و100 جرام انشاء. واللوز اختياري، تنجموا تحطوا من 150 حتى لل200 قد ما تحبوا انتم تحطوا لوز. مش برشا يعني مش اكثر من 200 جرام، لكن كل قدير وقدره. تنجموا تحطوا اي نوع فاكهة اخرى زادة. بالنسبة للسكر حطيت 180 جرام. بالنسبة للحلاوة اختيارية زادة. 180 كافية وحلوة وفي المتناول يعني. والنشا تنجموا تحطوا 80 جرام وإلا 100. بالنسبة لي أني حطيت 100 على خاطر السكر ريحيته معناها منيش شاريته حاضر، كان شارين السكر حاضر راهو تلقاو فيه نسبة متاع نشا. هكا علاش تنقصوا من نشا كي تشريو سكر محور حاضر، نقصوا من نشا على خاطر سكر محور يبدا فيه نسبة متاع نشا. الحاسيلو باش نخلط النواشف الكل مع بعضهم. ومن بعد باش نسيت ما قلت لكم مش عاد حضرت 150 جرام زبدة حيوانية وغليتها حتى فين تنحى الحليب اللي فيها وطلعت ريحتها كالبنينة اكل ريحة النوازات هذيك. وحضرت زادة 150 جرام زبدة مارجرين. لكن بعتالي باش نزيد 150 أخرى، يعني الكل في الكل حطيت 300 جرام زبدة مرجيرين و150 زبدة حيوانية. لهنا باش نخلطها مليح مليح مليح. في اللول حطيت الكونتيتي هذه متاع الزبدة جوست باش نخلط باش ما تغلبنيش معناها العجينة، باش نشوف القوام متاعها كيفاش يكون. لهنا مازلت مستحقة زبدة، وليت زدتها 150 الاخرين، يعني الكل في الكل حطيت 300 جرام زبدة مارجرين و150 جرام زبدة حيوانية. بالنسبة للزبدة الحيوانية راهي تعطي شطر في الجو بالحق. بردونوازات تبدل الجو كومبليتمون بالحق. بنينة بنينة بنينة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لهنا باش نعجنها مليح مليح مليح. كان عندكم كونتيتي كبيرة تنجموا تعديوها على الماكينة متاع البشكوت وهكاك تكون النتيجة افضل، لكن بحكم اني عندي كونتيتي صغيرة جست اكتفيت اني نعجنها بيدي فقط. لهنا باش نخليها ترتاح اكوتي على جنب، غطيتها بالسلوفان قطعت عليها الهواء وخليتها ترتاح لو طون اللي اني مشيت قصيت ورقات الملصوقة متاعي باش نقصهم بالتساوي. مش واحدة اكبر من واحدة ولا حاجة، كل ما بعضهم قصيتهم باش تجي الكعبة واختها. كان لزم تنجموا تسطروهم بالمسطرة باش يجيوكم كيف كيف باش ما تطيحوش ديشي ولا حاجة، لكن اني عادي نجم حتى بالعين يكفي. كانكم اول مرة يعني ما تنجموش تقصوها متساوية، نجموا تسطروها حتى بالمسطرة كان لزم باش تجيكم كيف كيف تجيكم الورقة واختها. نحاول نسيس على الورقات على خاطرهم سنسيبل على الاخر، ونحيلهم اكل بلاستيك متاعهم اللي ما بيناتهم. ومن بعد باش نحطهم في صحن على شيرة ونغطيهم بالسلوفان باش نقطع عليهم الهواء باش ما يشوحوليش الورقات متاعي. ماهيش صعيبة برشا، سهلة الحقيقة. ما عملت عليها كيف اني كي عملتها. هذوما شوية بوفريوة حضرتهم رحيتهم هاك، انتوا تشوفوا شو مش نعمل بها البوفريوة.
وباش نحضر دي بودان من البات متاعي باش نلقاهم حاضرين كي باش نجي نلف عليهم ورقة الملصوقة. لهنا باش نقيس ورقة الملصوقة قداش باش تكون، وباش نقص اقل من كبر الورقة، يعني اقل من عرض الورقة، باش البعتالي ما تخرجيش من الجنابات. سامحوني. وباش نحضرهم دي بودان قد بعضهم الكل، ومن بعد تالي باش نخليهم اكوتي، وباش نبدا نحضر بالكعبة. كل ما توفالي البات نعاود نعمل نفس الطريقة كما قاعدين تراو. توا ناخذ ورقة الملصوقة وباش ندهنها بالبنسو بزبدة البوفريوة، اللي هي زبدة كما قلت لكم زبدة حيوانية، وغليتها حتى فين تنحى الحليب متاعها. باش ندهن الورقة متاعي مليح 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 باش ما تكونش شايحة وما تترشقليش في الفور. من بعد باش ناخذ البودان متاع بات الحمص، وباش نلفها في البوفريوة وباش نلف بها ورقة الملصوقة. على فكرة الفازة هذه أن الحقيقة ما شفتهاش في حتى بلاصة، لا لكن تفرجت في صديقتنا إيمان زهرة المطبخ التونسي، شفتها هي اللي عملت الطريقة هذه متاع البوفريوة. حبيت نجربها، عجبتني الحقيقة. وبنا ما نحكي لكمش، ننصحكم مشيو زوروا قناة إيمان زهرة المطبخ التونسي، عندها برشا حاجات بالحق. ما شاء الله القناة متاعها تهبل محلاها. الحاسيلو حبيت نقدم لها تحية على الفازة هذه متاع فازة البوفريوة. لفين المحنشة في البوفريوة قبل ما نلفها في المنسوقة، بالحق عطات نتيجة وعطات قو أخرى للكعبات المحنشة متاعي. باش نكمل بقية الكعبات الكل بنفس الطريقة كيف ما قاعدين تراو، وباش نحط التسكيرة الأخرى هذيك متاع كعبة الملصوقة باش نحطها من اللوطة، يعني ما نخليهاش من الفوق باش ما تتحلش الكعبة. بالنسبة للبودان يلزم يكون أقل من ورقة الملصوقة في الطول، يعني معناها تكون مجنبات منا ومنا فارغة شوية، ما تكونش معبية حتى للآخر كما قاعدين تراو. وتوا باش ندخلها من الفور على 150 درجة وإلا 160 درجة، ما أكثرش وما أقلش، من المستحسن 160 درجة النتيجة أفضل. ونقعد نعس عليهم حتى فين يولي اللون متاعهم ذهبي ومزيان. لهنا اني غلطت غلطة، نورمالمون راني قربت الكعبات المحنشة الجنابات متاعهم، يعني لصقتهم لبعضهم، لكن اني خليتهم بعاد ما جيش البالي لها الفازة، نسيت باش من الجنابات هذومك يخرجوا اقل، معناها هما باش يخرجوا منا هكا ولا هكا لكن يكون اقل خروج، معناها ما يتفرتوش برشا. نقصد ان شاء الله يكون فهمي تفسيري واضح، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. لهنا باش نسمح الكعيبات متاعي من جنابات كيما قاعدين تراو، باش نركحهم بالسكينة ولا بصبعي ولا بأي حاجة، المهم تسمحوها الكعبة من جنابات منا ومنا. ومن بعد كان عندكم شوية شحور وإلا جليكوز وإلا نباج ولا حاجة، باش تدهنوها شوية من الفوق، باش تزينوها بالبيستاش وإلا بأي حاجة تحبوا تزينوها، لكم حرية الاختيار. كان ما عندكمش لا جليكوز ولا شحور ولا حتى شيء، تنجموا تعملوا شوية شحور حتى مغرفتين سكر ومغرفة ماء ولا حاجة، ولا شطر كيس سكر، جست تحضروا شوية بركة، راكم ما تسحقوش برشا شحور، جست باش تلصقوا بيهم طريف البيستاش من الفوق. هذه كانت المحنشة متاعي لليوم، صدقوني بالحق تستحق التجربة، ان شاء الله تعجبكم. هو كل حد كيفاش يسميها، فما شكون يسمي غريبة ملفوفة محنشة، كل حد حر كيفاش يحب يسمي.
بالنسبة للمكسرات من الداخل يعني للبات متاع الحمص، تنجموا تعملوا بأي نوع متاع فاكهة، مش بالضرورة لوز وإلا بوفريوة ولا حاجة كما تحبوا نتوما. وفقط ان شاء الله ما نكونش نسيت لكم حتى معلومة لا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. وتوا ما بقى لي كان باش نقول لكم بسلامة، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، الى اللقاء.